الشخص السلبي هو انسان مريض، والمشكله ان المرض ده بينتشر بكل سهوله ومفيش جهاز مناعي يقدر يقاومه. ماذا لو قلت لك ان المرض ده عامل زي الكورونا مثلا بينتشر في الجو؟ هل هتقعد معاه ولا هتخاف على نفسك؟ طب لو من اهلك، والله لو مين؟ ربنا قال لي ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه. ممكن اقعد معاه باجراءات احترازيه، ولكن هقلل منها خوفا من ان انا اتاذي. يعني سيدنا عمر رضي الله عنه مثلا كان مسافر لبلد مسيره ايام، ولما وصل قالوا له خد بالك البلد دي فيها طاعون ومفيش حد بينجو منها، كل اللي بيدخل بيهلك. فقرر ان هو يرجع وان هو ما يدخلش البلد. فقالوا له اتفر من قضاء الله؟ هتهرب ولا ايه من امر ربنا؟ وهنا سيدنا عمر بيعلمهم ان انت انسان مخير. قال لهم افروا من قضاء الله الى قضاء الله. انا قررت ان انا افر من القضاء اللي فيه الهلاك وما اختاروش، واختار القضاء اللي ما فيهوش هلاك، مرميش نفسي في التهلكه. وخد بالك ان الكلام زي الرصاص، لدرجه ان ربنا سبحانه وتعالى جعله ذنب من الكبائر ان انت تاذي الناس بلسانك وتاذي الناس بكلامك. الناس مستسهله، وسيدنا النبي يقول لنا وهل يكب الناس في النار على وجوههم الا حصائد السنتهم. وفي واحده كانت بتقيم الليل وبتصوم النهار، اعمال شاقه اهي، ولكن كانت بتأذي جيرانها بلسانها وبتقول كلام سلبي وبتضايق الناس. سيدنا النبي قال لا خير فيها فهي في النار، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال لك لو في ذنب واحد بس من الكبائر وما تبتش منه مصيره النار، وده ذنب منهم. وخصوصا الأذى اللي بيجي من الأهل بيبقى صعب قوي إن أنت تتعافى منه، لأن الأذى جالك من باب أنت مش متخيل في يوم من الأيام إن أنت هيجيلك منه الأذى، مش مخون ومدي الأمان، جات لك الطعنة منه. بل في أبناء حياتهم اتدمرت بسبب أهلهم، أنا مش عارف يقولوا ربنا إيه، عمالين بييأسوهم ويحبطوهم ويفشلوهم. والواحد بيعمل كده في النعمة اللي ربنا سبحانه وتعالى بيديها له والهدية اللي ربنا بيديها له. انتوا بتعملوا زي الناس اللي كانوا بتموت عيالهم زمان وهم صغيرين، وربنا يقول لك وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، ظلمتوها ليه وقتلتوها ليه؟ ذنبهم ايه؟ ولادك ان انت اهلك كانوا قاسيين عليك. سيدنا علي بيقول لك لا تربوا ابناءكم كما رباكم اباؤكم فانهم خلقوا لزمان غير زمانكم. ما تربوهمش بنفس الطريقه اللي اهلك ربوك بيهم، انت كده بتظلمهم. فانا مش عارف الصراحه اقول لك تعمل ايه مع اهلك السلبيين. انت لو قعدت معاهم هتخش النار، ولو قطعتهم هتخش النار. مش عارف. فانت حاول توزن عشان بس خاطر ان ربنا يرضى عنك. والناس السلبيه عموما عندهم مشكله ان هم لابسين نظاره سودة، فشايفين كل حاجه سودة، كل حاجه وحشه. مهما حاولت ان انت تقول له ان الحقيقه غير كده مستحيل يصدقك الا لما يقلع هو النظاره دي، الا لما يغير النظره دي. ما تحاولش ان انت تقنعه لحسن يشدك معاه. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لسيدنا النبي وان كادوا ليفتنونك، ده سيدنا النبي. في الآية اللي بعدها ولولا أن ثبتناك، ده ربنا اللي لحقه. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، لازم هو يغير اللي في نفسه. ده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقول للمشركين آمنوا بالله، ده الدين الحق، أنا رسول من ربنا. قالوا له إيه؟ أنت كذاب ومجنون وشاعر. حاشا عليه الصلاة والسلام. حاول يساعدهم وحاول يغيرهم، قالوا فيه اللي مش فيه، ولكن فضل يحاول ويحاول. ولكن ربنا هنا قال له بس ما تحرقش نفسك عشانهم، ما تضيعش طاقتك على النوعية دي من الناس. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ليس عليك هداهم إن أنت إلا نذير. ربنا قال له ما تحاولش، أنا اللي بهدي مش أنت. أنا ما بهديش غير اللي بيغيروا اللي في نفسهم بس، لازم يتخلصوا من الظن الخاطئ اللي في نفسهم. ومستحيل تساعد حد هو مش عايز يساعد نفسه، مستحيل. وفي آخر الكلام ربنا قال له إيه؟ وهجرهم هجرا جميلا، ابعد. انت مش بلغت الرساله ونفذت مهمتك، ابعد لانه بقى خطر عليك. هل كان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام بيتضايق من الكلام السلبي ده والكلام اللي بيتقال عليه وهو مش فيه؟ ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون. ده ما كانش بيتضايق، ده كان بيضيق صدره درجه اعلى من الحزن ومن الضيق، وهو رسول وفي حمايه ربنا. فما تجيليش انت وتقول لي انا اقوى من سيدنا النبي بقى وهستحمل. مش هتستحمل. اكتر الناس قرب من ربنا ما استحملش. والعلاج ايه طيب للضيق اللي جالك ده بسبب الكلام السلبي والحزن اللي جالك بسبب الكلام السلبي؟ في نفس الايه ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. عليك بان انت تكسر من السجود ومن قول سبحان الله وبحمده عشان تتخلص من الضيق اللي جالك من السلبيه دي. الصحابه كانوا مشغولين بان هم بيدوروا على عيوبهم، كل واحد بيدور على عيوبه بس عشان يصلح، فبقوا من اعظم الناس. منهم اللي اتبشر بالجنه، ومنهم اللي بقى من اغنى الاغنياء في العالم وقتها. وده اللي المفروض كل واحد فينا يعمله، ان احنا ندور على عيوبنا بس، ما تدورش على عيوب غيرك. ممكن اللي غالي عندك عشان يصلح من عيوبه، مش عشان تعايره بيها ولا عشان تضايقه، ويبقى بينك وبين نفسه مش قدام الناس كلها وتفضحه وتقول له انا عايز لك خير. سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لنا المؤمن مرآة اخيه المؤمن، بيدله على عيوب عشان يصلح. طب اتضايق ما تقولهالوش تاني. ولو جيت تبص للشيطان هتلاقي ان هو مهمته ان هو يخليك دايما حزين ومكتئب، ودايما بيوسوس لك بكلام سلبي. عشان كده الحمار كل ما بيشوفه بيقعد ينهج، والناس السلبيه ماشيين على نهجه وهم مش واخدين بالهم. يا عم مش عايز اسمع الكلام ده، مفيش فايده، بلاش سلبيه، ده اللي موجود. يا عم يرضيك يرضيك، ده اللي عندي. طب وبعدين يعني هتفضل تدخل في الجدال ملوش اخر وانت اللي هتتاذي في الاخر. من الافضل ان انت تتجنبهم تماما وتهجرهم هجرا جميلا. والهجر ان انت بلا عوده. واحسن رد ترد بيه على الكلام السلبي ان انت ما تردش.
قامت الباطل بالسكوت عليه. وما تردش، لان انت لو رديت هترد برضه بكلام يأذي وبكلام يضايق. طب ما انت كده عملت زيه واذيت الناس بالكلام من الكبائر. سيبه، هو عايز يدخل النار هو حر، ولا تزر وازرة وزر اخرى. وما تردش، سيبه. وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ما بيردوش. وفي آية تانية لا نبتغي الجاهلين. واعرف ان انت لما بتمسك غيظك انت بتاخد ثواب عظيم. والقازمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وشوف الكلام اللي بيقولوه فعلا. صحيح ان اغلبهم بيقول الكلام ده عشان يضايقك، ولكن بص كده، هو الكلام اللي بيقوله ده فيه عيب فيا فعلا؟ طب ما تصلح من نفسك يا عم، كتر خيرك، ما كنتش فاضي ادور على عيوبي. ربنا سخرك تدور لي على عيوبي، انت نسيت تدور على عيوب نفسك وتدور لي على عيوبي؟ ولسه في ناس حلوه في الزمن ده كده؟ طب الكلام اللي بيقولوه مش فيك، شد عليه السيفون ولا كأنك سمعت اي حاجه وما تردش. ده اختلط عليه الامر من النضاره اللي هو لابسها، شايف كل حاجه وحشه، شايف اي حد وحش. لو جبنا له سيدنا النبي هيقول لك عليه كذاب، حاشاه عليه الصلاه والسلام. ما تحاولش تصلح نظرته فيك، هو هنا وقع في البهتان، قال عليك اللي مش فيك وبيحاول يأذيك بكلامه السلبي. واكيد لما يسيبك هيقعد يجيب في سيرتك، يعني غيبه كمان، ده كلهم من الكبائر ما شاء الله. يعني ده تدعي له بالتوفيق. سيبه وتسكته ليه؟ ده حتى ربنا سبحانه وتعالى قال لك في ايه لن يضروكم الا اذى، والاذى هنا هو كلام سلبي، لان ربنا قال في ايه تانية ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى كثيرا. ربنا بيقول لنا هتسمعوا اذى كتير. اذا هنا ربنا سبحانه وتعالى بيقصد الكلام السلبي. ده مش معناه ان انت واقع في ذنب ولا حاجه. يعني في تكمله الايه لن يضروكم الا اذى وان يقاتلوكم يولوكم الادبار ثم لا ينصرون. ولو حاولوا يحاربوك برضو مش هينتصروا في الاخر. فده ما تقلقش منهم خالص، دول تقلق منهم ليه؟ وتجاهلهم تماما واهجرهم وكمل طريقك. القافله تسير والكلاب تنبح. ما توقفش بقى القافله وتقول لهم انتوا بتنبحوا ليه؟ واعرف ان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قال لك بشروا ولا تنفروا، خليكم متفائلين ومطمنين وشيلوا اليأس من حياتكم تماما. وربنا بيقول لك انا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما يشاء. اللي هتظنه هيعمله لك، فخلي ظنك بالله خير وتفاؤل وظن حسن. ولما ربنا سبحانه وتعالى بيبشرك في الرؤيا يقول لك ان الشيء الفلاني هيحصل، ربنا عارف ان انت هتمر بسلبيه فبيقول لك اطمن وتفائل، اللي انا قلت لك عليه هو اللي هيحصل. وراك نهايه القصه، وراك نهايه الطريق، فاقبل ولا تخف انك من الامنين. وكمل طريقك. وبعدين هتزعل من الناس ربنا سبحانه وتعالى قال فيهم اكثرهم لا يعقلون، اكثرهم لا يعلمون، اكثرهم يجهلون، اكثرهم فاسقون، اكثرهم لا يعلمون الحق، اكثرهم كاذبون، وما كان اكثرهم مؤمنين، اكثرهم لا يشكرون فاعرض اكثرهم. فربنا سبحانه وتعالى بنفسه بيقول لك اغلبيه الناس، اكتريه الناس ماشيين غلط، ماشيين في سكه غلط، هم اصلا غلط. فما تفرحش ان الاغلبيه والاكتريه ماشيين في سكه معينه وتقول لي انا هختار السكه الفلانيه لان الاكتريه والاغلبيه بيعملوا كده. ربنا بنفسه بيقول لك الاكتريه غلط، الاغلبيه غلط ورايحين في داهيه وماشيين في سكه غلط. وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله ان يتبعون الا الظن وان هم الا يخرصون. ربنا بيقول لسيدنا النبي لو مشيت ورا اغلبيه الناس هيضلوك، ان يتبعون الا الظن. واحنا بنمشي ورا الظن ولا بنمشي ورا اليقين؟ ليه امشي ورا كلام الناس لما ربنا سبحانه وتعالى محذرني ان اغلبيتهم غلط وانا عندي اليقين من رب العالمين؟ واكثرهم يعني اكتر من 50%. يعني لو 50% 50% كان ربنا قال لك نصفهم لا يعلمون نصفهم لا يعقلون. اكثرهم يعني اكتر من 50%. والله اعلم النسبه كام، 60 70 90. ربنا بيقول لك اعمل الشيء الفلاني عشان رزقك يزيد وعشان اوسع لك رزقك. تقول لي لا اصل الاكثريه بيعملوا كده ومش مصدق. انت حر، سبت اليقين وماشي ورا الظن وماشي ورا كلام الناس. يعني انت ما بتضرش غير نفسك. المسلم هو اول مرحله لتزكيه النفس، يعني المسلم، بعد كده المؤمن او المتقي، بعد كده المحسن. فلو عندك مشاكل كتير اعرف ان انت لسه مسلم بس. ربنا بيقول لك اللي هيتقي هيجعل له مخرج. طب اللي اتقى خلاص هو في مخرج اصلا، وربنا بيساعده يزود من حسناته وبيساعده يدخل الجنه. فاعرف ان المشكله فيك انت لسه ما حققتش المطلوب منك عشان تسال على النتيجه. الا ان وعد الله حق ولكن اكثرهم لا يعلمون. برضه قال لك اكثرهم مش عارفين ان ربنا طالما سبحانه وتعالى قال الكلمه هي دي اللي هيحصل، هو ده اللي هيتحقق. بس في شروط انت ما انتبهتش ليها، في اجزاء غايبه عنك. فتفاءل واحسن الظن بالله ان رحمه الله قريب من المحسنين، مش المسلمين. هنا ربنا بيشجعك ان انت توصل لدرجه ايه؟ الاحسان، لان دي اعظم درجه ممكن توصل لها في الدنيا في تزكيه النفس. ودول اللي اتبشروا بالجنه انهم كانوا قبل ذلك محسنين. فانت بقى زعلان ان فلان بيجيب في سيرتك وبيقول كلام سلبي ومش عارف تعمل معاه ايه. اوصل انت بس لدرجه المؤمن وربنا هيزيحه من حياتك تماما. اوصل لدرجه المحسن وهتشوف المعجزات، حرفيا المعجزات، لدرجه ان انت لو حد جه يكلمك في الاسباب ممكن تخسره خوفا على ايمانك من اللي انت شفته بعينك. اسباب ايه اللي انت بتكلمني فيها؟ فما تخليش اللي وصل لدرجة المسلم يفتنك اللي وصلت لدرجة المؤمن أو لدرجة المحسن. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. ما تخليش اللي ما وصلش لدرجة المؤمن يضحك عليك. ما تخليش كلام الناس يزعلك. خلي عندك ثقة في ربنا وخلي عندك ثقة في نفسك، وما تزعلش من قلة السالكين وما تتغرش بكثرة السالكين. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء.